السلام عليكم ورحمة الله. والله يعني برغم الوقائع اللي على الأرض اللي ممكن تكون متشائمة وممكن تكون يعني بتشير إلى العام القادم يكون صعب، إلا أنا إني برضو يعني لازلت متفائل، ودي نوع من أنواع الأماني اللي هو إيه، يعني السم في اللسان، تفائلوا بالخير تجدوه، بلاش اللي إحنا نقعد نسودها على دماغنا حتى لو الواقع أسود. فأنا لازلت متفائل ولازلت يعني بتمنى ان السنة الجاية تكون سنة سعيدة علينا كلنا، لكن مفيش حد هيسودها في وشك. الناس اللي بتتهم بتسودها في وشنا، انت بتطينها علينا، مفيش حد هيسودها في وشك ابدا قد ديمتري ميدفيديف. ديمتري ميدفيديف الرئيس الروسي السابق، الراجل ده قدم توقعات ل 2023. قال لك والله هو كله بيتكلم، كله بيتنافس في اللي هو يطلع توقعات عبثيه، توقعات دمويه، توقعات خطيره. انا عايز يعني ادلي بدلوي واوريكم بس ايه توقعات متواضعه من وجهه نظري الشخصيه ل 2023. اول حاجه هتحصل يعني بولندا والمجر هيهجموا على اوكرانيا وياخدوا الغرب الاوكراني، لان بولندا ليها اطماع في غرب اوكرانيا، والمجر ليها يعني مطالبات في اقليم زكرباتيا او ترانسكارباتيا في الجنوب الغربي من اوكرانيا. دي اول حاجه. تاني حاجه هيطلع بقى الرايخ الرابع واعلان بقى الامبراطوريه الالمانيه، ودي هتدب فرنسا، ده كل ده 23 وهتدب فرنسا، واوروبا دي هتتقسم وهتروح في 60 داهيه، تمام. والرايخ ده هيضم بولندا وهيضم دول البلطيق، وهتبقى ازمه كبيره، زائد اللي هيبقى فيه اندلاع لحرب اهليه في الولايات المتحده، وكاليفورنيا هتنفصل، ويعني ايلون ماسك في الاخر هيبقى رئيس. كلام كتير كله من لابس 60 نيله، نصه قد يكون نوع من انواع التهكم، ولكن في حاجات حقيقيه وفي حاجات عاجله هو ما اتكلمش فيها. ده مثير للاعجاب يعني. انت ليه ما اتكلمتش في كوسوفو وصربيا؟ دي الدنيا مولعه في البلقان. اين حرب البلقان من التوقعات السوداويه ل يعني ميدفيديف؟ مش موجوده حته كوسوفو وحته صربيا، بالرغم من ان صربيا دلوقتي عملت جاهزية وتعبئة عامة للجيش بتاعها وللشرطة بتاعتها على حدود كوسوفو، تمهيدا لدخول حرب مع الألبان الكوسوفيين، قوات كوسوفو. للشمال بتاع كوسوفو يعني غالبيته صرب، او العرقيه اللي فيها عرقيه صربيه متترسه وقافله الطرق ومنع اي حد من الشرطه بتاع كوسوفو اللي تخش تمارس اعمال السياده على جزء من اقاليمها، لان صربيا لا تعترف بكوسوفو. صربيا شايفه ان كوسوفو جزء لا يتجزأ من اراضيها، وبالتالي اي اعتداء على الصرب الاقليه اللي فيها، وهي كانت واخده حكم ذاتي، يعني صربيا كانت مديها حكم ذاتي، بس بعد كده القرار ده اتلغى لما بعدها كوسوفو اعلنت الاستقلال الرسمي، وحصل بينهم حرب والناتو اتدخل وضرب يعني عاصمه صربيا، وكانت مشكله كبيره. بس صربيا لا تعترف بكوسوفو وبتعترف بحقوق الاقليه الصربيه في شمال كوسوفو. الوضع هناك كل شويه عمال يتدهور، الامم المتحده بتتدخل، بيعملوا تسويات بتقعد يومين وتفشل. حصل تحذير عرضته لحضرتك امبارح 24 ساعه من قوات الناتو للصرب في شمال كوسوفو اللي هم ينسحبوا ويفتحوا الطرق. في خلال 24 ساعه اللي فاتت دي لقينا صربيا بترد بالنيابه عن الصرب في شمال كوسوفو، وبتحشد الجيش بتاعها على الشمال، وبتتوعد اللي هي تتدخل. فممكن نلاقي في بدايه السنه الجديده انشعال لحرب البلقان، وساعتها بقى يعني الفيوزات هتضرب كلها في اوروبا، لان المنطقه دي منطقه خطر ومنطقه اندلاع حروب عالميه، ويعني صعبه للغايه. والوضع بتاع صربيا مش ظريف، مش ظريف. ليه؟ لان هي متحاصره وملهاش حدود مع روسيا. في اسئله كانت بتجي لما نيجي نتكلم على موضوع حصار صربيا، واللي هي يعني مع روسيا مواليه للمجر، والمجر مواليه لروسيا تحت لتحت يعني. فممكن يبقى في تسهيلات من المجر الى صربيا، بس المجر مش على حدود روسيا، برضو المجر على حدود اوكرانيا، تمام، وعلى حدود سلوفاكيا. ففي برضو مشاكل، زائد اللي انت النهارده جاي تستغيث او تعول على المجر ازاي؟ اسكان المجر عندها مشكله كبيره جدا مع كوسوفو، لان هي عايزه الشمال مع الشمال الصربي، ليها مشكله مع صربيا، عايز الشمال الصربي. شمال صربيا ده يا جماعه انا ما كلمتكش عنه، انا كلمتك عن كوسوفو، بس الشمال الصربي حته اسمها فويفودينا. فويفودينا دي بقى يا معلم اغلبيه يعني صربيه واقليه مجريه. فويفودينا الاقليم بتاع فويفودينا ده سله غذاء صربيا، وكان سله غذاء يوغوسلافيا بالكامل. يعني فويفودينا مركز زراعي، مركز للامدادات والدعم الغذائي للقوات بتاعت صربيا، وفويفودينا واخد حكم ذاتي زي ما كانت كوسوفو واخده حكم ذاتي، بس الاغلبيه في كوسوفو البان والاغلبيه في فويفودينا
صرب، الاقليه في كوسوفو صرب، الاقليه في فويفودينا مجريين من هنغاريا وبيقدروا تقريبا بتلت السكان، يعني تلتين صرب وتلت مجريين. في اقليات بقى في النص بس صغيره جدا. ولكن المجر عايزه تاخد فويفودينا، تاخد استقلال من فويفودينا وبعد كده تنضم الى المجر، يبقى بدل ما تبقى هي سله غذاء صربيا تبقى سله غذاء فيكتور اوربان. فده بيعقد الصراع اكتر بالنسبه لصربيا وبيعمل لها تطويق استراتيجي، لان ممكن يبقى في صفقه ما بين المجر وبين الناتو، والمجر عضو في الناتو، في اللي انت يا جماعه ساعدونا في اللي انتوا تفتحوا جبهه على الشمال الصربي وتاخدوا فويفودينا حلال عليكم. ده عرض مغري ممكن يفكر فيه فيكتور اوربان، لان في ناس كتير بتتهم فيكتور اوربان اللي هو روسي وكده، لا هو قومي مجري، هنغاريا اولا، المجر اولا. هو يشوف مصلحه المجر فين. مصلحه المجر تنخرط في عقوبات على الروس، اهلا وسهلا. هتضر لا كده. فهو برجماتي قوي فيكتور اوربان. فممكن لو خد صفقه من الناتو اللي هو ياخد اقليم فويفودينا شمال صربيا، ممكن ينقلب على صربيا ويخش الحرب مع الناتو في سبيل اللي هو يرجع جزء من الخريطه اللي هو كان عايزها. الخريطه اللي هو كان عايزها واللي كان لابس الوشاح بتاعها في كاس العالم بتضم فويفودينا من صربيا، وبتضم اجزاء من سلوفاكيا في الشمال، وبتضم اقليم زاكرباتيا من اوكرانيا. بس دي تبقى سابقه خطيره، اللي انت اديته جزء وفاضل مطالبات تانية. اوكرانيا فاهمه حاجه زي كده فبتضغط على المجر. عملت ايه اوكرانيا؟ يعني رفعت التعريفه بتاعه النفط اللي في خط دروجبا، اكبر خط نفط في العالم واللي بيودي النفط الى المجر والى سلوفاكيا. هو ليه قسمين، يعني جزء بيعدي من بيلاروسيا وبيودي على بولندا وعلى المانيا، القسم الثاني بيعدي من اوكرانيا وبيودي على المجر وبيودي على سلوفاكيا. فهي اوكرانيا قالت انا بدل ما هاخد 3 يورو تقريبا، يعني 3 يورو على طن النفط، انا هاخد يعني 18 يورو. طب ده رقم، يعني رقم ده انت رفعت النسبه بطريقه مجنونه خالص. طب ما انت كده هتعمل ضغط كبير على فيكتور اوربان وعلى ميزانيه فيكتور اوربان وعلى التضخم اللي موجود في المجر اصلا. فبالتالي في عدائيه كل يوم بتشتعل ما بين المجر وما بين اوكرانيا. اوكرانيا بتتذرع وبتقول والله دي الهجمات على البنيه التحتيه والطاقه في اوكرانيا من جانب روسيا هي اللي تسببت لمثل هذا القرار، وده كلام مش منطقي. الهجمات تؤدي الى قطع الخدمه، ضربوا الخط اتقطعت الخدمه، لكن الخط شغال والنفط بيمر وكل حاجه زي الفل. انت ليه تغلي الترانزيت غير انك عايز تاخد فلوس اكتر عشان تعزز من موقفك المالي، لان اوكرانيا اقتصاديا رايحه في 60 داهيه على حساب مين؟ تاخد فلوس من المجر ومن سلوفاكيا. طب سلوفاكيا وضعها معقد، لان سلوفاكيا المفروض بتتعاون مع اوكرانيا وبتدخل اسلحه من اراضيها الى اوكرانيا. انت ليه تعمل مشاكل مع سلوفاكيا؟ ده ممكن يخلي المجر وسلوفاكيا يتحدوا على اوكرانيا، والمجر اصلا عايزه اراضي من سلوفاكيا. فالموضوع يعني بص داخل في بعضه. ده يعني انعكاس على كلام ميدفيديف. يعني ميدفيديف لما بيجي يقول الكلام بتاع الانقسامات في اوروبا او الحروب في اوروبا هو ما بيهرتلش، هو ده ناتج عن تاريخ اسود ومهبب بين هذه الدول الاوروبيه، ومع نقطه صراع هو ما ذكرهاش قد تنفجر قبل حتى يعني دخول السنه الجديده في صربيا وفي كوسوفو، مع اعلان روسيا اللي هي رافضه السلام. انت عارف اللي كان فيه يعني تسريبات طالعه بتقول الولايات المتحده بتضغط على زيلينسكي اللي هو يقدم يعني مبادره للسلام او وثيقه لمفاوضات في فبراير القادم. واضح ان زيلينسكي بيتلاعب بهذا الكلام، وطلع كلام مهين جدا بيتكلم ان احنا عايزين نعمل مؤتمر للسلام بمناسبه مرور سنه على الحرب الروسيه الاوكرانيه، ولكن روسيا ما تجيش. طب ازاي روسيا ما تجيش؟ قالت تيجي بس بشرط تعدي على محكمه العدل الدوليه الاول عشان تدان في الجرائم اللي ارتكبتها في اوكرانيا وبعد كده نتفاوض. معنى كده انك قافل الباب، تحط عراقيل ومش عايز تتفاوض. روسيا ردت على الكلام دون وقالت احنا برضو مش هنتفاوض ومش هنخش مع بعض في اتفاق سلام الا بالشروط الروسيه، والكلام ده لو ما حصلش بالسلام هيحصل على الارض بالجيش الروسي. معنى كده اللي موضوع السلام اللي كان مقترح اتضرب في مقتل ومبقاش ليه محل للاعراب والتصعيد. هو سيد الموقف مع الضربات الاوكرانيه اللي حصلت في العمق الروسي على قاعده انجلز الجويه، ومع الضربات الروسيه على اوكرانيا، ومع التحركات في الارض من اوكرانيا لتطويق مدينه مهمه جدا في لوهانسك، مش في دونستيك بقى، في لوهانسك، مدينه اسمها كمينة قريبة جدا من سيفرودونيتسك. في هجمات كبيرة ومحاولات من أوكرانيا اللي هي تقتحم هذه المدينة الاستراتيجية، سعي منها اللي هي تسيطر على سيفرودونيتسك. سيفرودونيتسك مدينة استراتيجية جدا في لوهانسك، الروس مسيطرين عليها هي والتوأم بتاعتها، مدينة جنبها كده بيسموها التوأم بتاعتها. فلما أنا أخش النهاردة وآخد كمينة
لا بقى انا خدت يعني موطئ قدم يمكنني من ان انا اخد مدينه استراتيجيه تخلي ليا باب في شمال لوهانسك. فمعنى كده اللي برضو الدنيا مشتعله على الارض، في اشتعال وفي يعني تقدمات على الارض. الكلام ده بيواجه بمقاومه شديده جدا من الروس، لان الروس عاملين خنادق وعاملين تعزيزات دفاعيه، وممكن الاوكران يحاولوا مره واثنين وثلاثه بس هيلاقوا نفسهم بيستنزفوا وما بيحققوش نصر كاسح على الارض. وده اللي بيبرر التصريحات بتاع الفاينانشال تايمز اللي ممكن نلاقي الاداره او الكونجرس بالاغلبيه المحدوده الجمهوريه العام القادم تبتدي تدقق اكتر في حته الاسلحه المبعوثه الى اوكرانيا، لان انت كده بتصرف سلاح على الفاضي، بتصرف فلوس على الفاضي، بتحاول تخش على موقع دفاعي محصن وانت ما عندكش نسبه كبيره من انك تكسب، انت عايز بس تبان سياسيا انك لازلت بتدفع الى الامام، وده مكلف جدا للدوله الامريكيه ولدافعي الضرائب الامريكان. فممكن نلاقي تدقيق من الكونجرس على اوكرانيا وعلى موضوع الاسلحه اللي رايح ليها. وفي نفس الوقت في اقصى الشرق في كوريا الجنوبيه التصعيد برضه لازال شغال بين كوريا الشماليه وكوريا الجنوبيه، والكلام ده برضه ميدفيديف مالوش. انت ليه ما جبت سيره الكوريتين؟ دي الدنيا خربانه، ده كيم قالع هناك مالط يعني. وكوريا الجنوبيه يعني تحس ان هي دولة محترمة قوي، يعني بص دخل عليهم مسيرات ودرونات من كوريا الشمالية اخترقت الأجواء ودخلت ناحية العاصمة بتاعة كوريا الجنوبية، وهم جم يصدوها طيارة عندهم وقعت، لأن النهارده الرئيس بتاع كوريا الجنوبية طالع بيقول احنا أخفقنا، احنا انهزمنا احنا فشلنا، احنا مش عارفين نقاوم، احنا ازاي ما قدرناش نوقع الطيارات دي، احنا بنعتذر عن الكلام ده واحنا عايزين نعزز من قوتنا عشان نجابه الدرونات الكورية الشمالية وننتج أسلحة أكتر. دي شفافيه رائعه جدا في كوريا الجنوبيه وخطيره، لان هو ايه بيقول لك بص انا هزود لك بقى الدنيا، هزود التسلح، هزود الانفاق الدفاعي، وهتبقى مشاكل في شبه الجزيره الكوريه دي برضو نقطه صراع ممكن تنفجر في بدايه العام القادم مع انفجار البلقان. وانفجار البلقان هيدخل تركيا في القصه، يعني تركيا داعمه بشده لكوسوفو، وحكيت لك انا قصه كوسوفو والبانيا، لان البانيا عايزه تعمل البانيا الكبرى وتاخد جزء من مقدونيا الشماليه اللي عايز تعمل مقدونيا الكبرى كده. يعني في جنان هيحصل لو البلقان دي يعني انفلت الاوضاع الامنيه فيها، ولكن الطرف الخاسر في هذه القصه الى الان وفقا لما هو ظاهر من معطيات هي صربيا. ولو صربيا وقعت واتفككت والمجر خدوا الشمال والالبان خدوا الجنوب ومن جوه حصل نزاعات والنظام السياسي فيها مثلا تم الاطاحه بيه، وبعد كده حصل تفاهمات بينها وبين نيتو، هتخسر روسيا موطئ قدم مهم جدا ليها في وسط اوروبا. ده يكون هزيمه استراتيجيه ليها. خد بالك هم بيبتدوا يقصقصوا النفوذ الروسي يعني حوالين روسيا، يعني في جورجيا محايدين جورجيا عن قصه ابخازيا واوسيتيا الجنوبيه اللي هم يرجعوها ولكن في نفس الوقت بيتحركوا تحركات كبيره جدا لتحييد ارمينيا او ليه ما تبقاش مواليه لروسيا، وبيتدخلوا بينها في النزاع بينها وبين اذربيجان في ناغورنو قرباخ. النهارده عندك في صربيا في تطويق ودفع للامام متهور بشده من الناتو، تبرير التهور ده صربيا في وضع لا تحسد عليه. فانا بقصقص النفوذ الروسي في اوروبا. روسيا بتتوعد اللي ممكن انت خططك دي كلها تبقى يعني هباء منثورا على شبه الجزيره الكوريه، ممكن تلاقي الخطط بتاعتك دي كلها ضربت في مقتل قبل ما تتممها، قبل ما تنقل المصنع بتاع TSMC من تايوان الى البر الرئيسي الامريكي او الى اوروبا، لان الوقت محدود. فالسنه الجايه وفقا لتوقعات ميدفيديف وفقا للوقائع على الارض ممكن نلاقي فيها تصعيد شديد لهذه الحرب، ونتمنى حتى لو حصل تصعيد نكون احنا في مأمن منه، نكون احنا متحوطين منه، نكون احنا قادرين اللي احنا نجابه هذه الازمه الخطيره للغايه. يعني دي مجرد امنيات بس الاماني ممكن تتحقق. ده كلام ملوش دعوه بالسياسه، بتكلم على من باب ايه التفاؤل. انت تفائل، ما تبقاش يعني ايه ما تاكدش شيء عشان ما يحصلش، اللي هو الوضع صعب، الظروف قاسيه، بس ما نعرفش ممكن تلاقي اي حدث عالمي يخليك انت بقيت الطب. ممكن الانهيار اللي يحصل في اوروبا دون او اندلاع حرب كبيره يخلينا احنا مكان جيد للاستثمارات الاوروبيه والشركات والملاذات الماليه، ممكن نلاقي فرص في مثل هذا الصراع انت صاعد مع وجود يعني مخاطر شديده جدا لو ما لقيناش هذه الفرص، لان احنا هنعاني بشده. فهي دي القصه كلها. نتمنى ان هي تبقى سنه سعيده على الجميع، وهنتابع كل هذه التطورات لحظه بلحظه، وربنا يحفظ مصر وينصرها على من يعاديها. وشكرا جزيلا لحضراتكم.